السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الهجرة من مكة للمدينة، ولكن ده الوقت بقى اللي بيحصل فيه الأكشن كله. بعد فترة من الهجرة بدأت التوترات تزيد مع قريش، خصوصا بعد ما قريش فقدت كتير من مصالحها بهجرة المسلمين، لأن مكة ما بتعتمدش على الزراعة ولا على الصناعة، مكة بتعتمد على التجارة في المقام الأول، فلما يقل منها العدد الكبير ده أكيد هتتأثر. فاللي حصل كالتالي. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. المسلمين عرفوا مكان قافلة كان بيقودها أبو سفيان وأغاروا عليها، ولكن أبو سفيان قدر يخلع هو والقافلة ويهرب من المسلمين. ولكن اللي وصل لقريش إنه المسلمين أغاروا على القافلة، وما وصل لهمش إنه أبو سفيان قدر ينجح إنه يعدي بيها. فقريش حشدت جيش كبير عشان تطلع تهاجم المسلمين وتلحق القافلة. فبعد ما طلعوا اكتشفوا إن القافلة عدت بنجاح، وكتير دعوا إنهم يرجعوا تاني لمكة بما إن السبب اللي طلعوا عشانه ما بقاش موجود. ولكن واحد زي أبو الحكم رفض الكلام ده. هنحارب يعني هنحارب. واحتشد أكتر من 1000 واحد من قبيلة قريش قصاد حوالي 313 مسلم. يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. في الغزوة الأولى في التاريخ الإسلامي وهي غزوة بدر. ورغم الفرق الكبير في العدد والعتاد قدر المسلمين انهم ينتصروا انتصار ساحق، واللي استشهد من المسلمين في المعركة ديت ما يتعدوش على صوابع الايد حتى. بينما قبيلة قريش اتقتل منها صفوة قادتها زي ابو الحكم بن هشام اللي هو ابو جهل وامية بن خلف، وكتير من قادة قريش راحوا في المعركة دي. وغزوة بدر ما كانتش مجرد نصر عسكري، بل هي نصر معنوي في المقام الاول، لانه بيثبت للناس ان المسلمين بايمانهم بس يقدروا ينتصروا. ودي كانت بداية نشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها. ولكن بعد غزوة بدر الأمور ما كانتش سهلة زي ما أنت متصور. قريش ما استسلمتش بسهولة، والحقد اللي جواها والسواد تجاه المسلمين دفعها للانتقام. وده بالتالي أدى لغزوة أحد، واللي كانت أكبر تحدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقتها ما كانوش 1000 مقاتل. قريش حشدت أكتر من 3000 مقاتل قصاد كام بقى؟ 700 مقاتل من جيوش المسلمين. السلام عليكم. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.